السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاءت الأجازة. طبعا في كمية مشاريع وكمية حوارات انت عاوز تعملها وكانت معطلك عن المذاكرة في أيام الامتحانات وكده، وجاء وقت الأجازة. طيب الفيديو ده علشان تعمل شوية حاجات كده تساعدك إن شاء الله تطلع من الأجازة دي بشكل مختلف عن باقي الأجازات اللي عدت عليك قبل كده. هتعمل إيه وإيه اللي ممكن يعني شويه اقتراحات كده ممكن تساعدك ان انت تعمل حاجات في الاجازه دي وتخليها اجازه مختلفه. ده اللي انا اعرفه النهارده. فاول كده في البدايه كده حابب اقول لك على يعني تجربه بسيطه خالص كده عملتها في بدايه ما خدت الاجازه. اول ما خدت الاجازه مسكت ورقه وقلم وكتبت كده في اول سطر: عاوز تشوف نفسك ازاي بعد نهايه الاجازه دي. وبدات فعلا اكتب كل الحاجات اللي كانت في دماغي حرفيا. دينيا انا عاوز اعمل كذا كذا كذا. مثلا من ناحيه اليوتيوب في شويه افكار كذا 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 عاوز ابدا اعمله. مثلا من ناحيه تعلم المهارات وكده في كميه حاجات انت ناقصاك محتاج تتعلمها وهكذا. قيس بقى على كده في حاجات كتير جدا يعني. فلما وقفت مع نفسي وبصيت على كميه الاهداف اللي انا محتاج اشتغل عليها، دي اهداف محتاجه 3 سنين، مش هيكفيها 3 شهور اكيد يعني. طيب المطلوب منك يا حسام؟ ابدا ركز على الحاجات الاهم. شوف اهم حاجات عندك وابدا ركز عليها، وهي ديت اللي المفروض تديها اهتمامك ووقتك وتركيزك وهكذا. تمام؟ فدي في البدايه كده انا عاوزك تعمل النقطه دي. حاول تجيب ورقه وقلم، اكتب كل الاهداف حرفيا، كل الاهداف اللي انت عاوز تعملها وكل الحاجات اللي انت عاوز تشتغل عليها، وان شاء الله تحط بقى سبوتات كده على حاجات معينه هي دي اللي تديها اهتمامك وتركيزك على ال3 شهور اللي جايين دول. طيب سريعا كده هقول لك شويه اقتراحات هيفيدوك جدا جدا جدا، وان شاء الله هحط عينك دول كده يعني احطهم على حاجات انت ما كنتش واخد بالك منهم، ولكنها حاجات مهمه جدا 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 ان انت تتعلمها وان انت تاخد فكره عنها. من اول نقطه كده ممكن نتكلم عليها، الا وهي ان انت لازم 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 تتعلم تجويد. صدقني يعني ما ينفعش يبقى انت عندك 18 سنه و20 سنه ومتخرج من كليه او متخرج من جامعه او حتى متزوج وربنا رزقك بالولد، وابنك ممكن يكون حافظ بتاع 5 أجزاء او 10 أجزاء يعني، وانت لسه لو صحيت الفاتحه تغلط في قراءه الفاتحه. ده ما ينفعش، صدقني ما ينفعش والله خالص. فصدقني انا وانت محتاجين كده اللي هو نتعلم تجويد ونتعلم نقرا كتاب ربنا صح. اعتقد مفيش فرصه ان انت تتعلم تقرا القران صح قد الاجازه. معاك وقت كبير جدا فاضي طول اليوم، بتنام براحتك، بتقوم براحتك، بتعمل كل اللي انت محتاجه. فاعتقد ان انت لو اديت كل يوم كده نص ساعه ولا ساعه ولا حتى ربع ساعه يا صديقي للقرآن ان انت تتعلم، اعتقد دي يعني هتفيدك جدا جدا في اخرتك قبل حياتك. فنقطة مهمة، ودي اول نقطة ان احنا نتكلم عنها. وما تنساش ان انا تبص على الديسكريبشن علشان هسيب لك سلسلة فيديوهات للدكتور ايمن سويد. ده احسن واحد يعني، عايز اقول لك ان ده واحد كده من علماء التجويد حرفيا في الوقت اللي احنا فيه. تمام؟ فده واحد يعني عظيم قوي في الحتة دي. فما تنساش ان انت تتفرج على السلسله دي. في سلسله شرح تجويد كتير قوي على اليوتيوب، تقدر تبحث بس كده يعني. مثلا اكتب كده على اليوتيوب شرح متن الجزريه اللي هي تحفه الاطفال. فاكره اللي انت خدتها في وانت في الحضانه كده، وانت اول ما بدات تروح كتاب كده اللي قطعت منه والدنيا خدتك. فاكرها؟ هي دي مهم ان انت ترجع لها تاني. هتعلمك التجويد بطريقه يعني 100%. هو ده التجويد. اتعلمه بقى. ماشي؟ جميل. النقطة الثانية، اتعلم انجليزي. انا عارف ان انت تهريت من النصيحة ديت، وانا عارف ان انت ما سمعت كلام قوي كتير قوي عن اتعلم انجليزي. الانجليزي مهم، وانت ولا هنا. طيب انا كنت زيك بالظبط وما كنتش مدرك هو ليه الانجليزي مهم، ليه الانجليزي واخد كل الضجة ديت، ليه كل الناس بتقول لك اتعلم انجليزي. لحد من سنة كده بالظبط تقريبا يعني، وواحد من اصدقائي المقربين يعني اتخرج وراح قدم على شغل واترفض بشكل يكاد يكون بسبب الانجليزي. ربما ما يكونش الانجليزي هو السبب الاساسي، وربما ما يكونش الانجليزي هو السبب الرئيسي، ولكن يعني اعتقد ان كان بنسبه كبيره جدا الانجليزي كان سبب من الاسباب اللي خليته الى حد ما تقبلش في الشغلانه يعني. فساعتها ادركت قد ايه هو الانجليزي مهم، وقد ايه انا لازم اتعلم انجليزي، وقد ايه ان تعلم الانجليزي اصبح حاجه يعني حاجه مس، واصبح فرض عين مش رفاهيه ابدا. فطبيعي جدا ان انت الحاجه ما تبداش تحس بقيمتها غير لما انت تتلسع منها، او شاطر بقى ان حد غيره يتلسع منها ويبدا هو يتعظ. فاهم الفكره؟ فانت حاول تتعظ بقى يعني. انا قلت لنفسي كده اتعظ بقى يعني كده. فاهم؟ ما معيش فلوس،
اخد كورسات. اليوتيوب يا ابني، اليوتيوب ده كنز، اليوتيوب ده جامعه كده مفتوحه للي عاوز يتعلم حاجه. ما فيش حرفيا، ما فيش حاجه مش موجوده في كورسات. الدكتور مستر ابراهيم عادل 3 مستويات، حاجه عظمه. انا ان شاء الله ناوي اتعلمهم، يعني ابدا فيهم. لو انت برضو نفس الفكره، حابب حوار اليوتيوب وكده، دوس فيهم، حاجه ده باب مفتوح تقدر تتعلم منه لحد ما ربنا يفتح عليك ويأذن مثلا، وتبدا بقى ايه، تشوف بقى الدنيا بقى بره بقى والكورسات والكلام من ده. وان شاء الله مش هتحتاج، يعني ان شاء الله مش هتحتاج. فبرضو بص في الديسكربشن هتلاقي سلسله فيديوهات بتاعت الدكتور ابراهيم عادل والمستر ابراهيم عادل يعني. طيب، نقطه ثالثه. طبعا انا وانت بنيجي في نهايه كل ترم وبيطلب مننا كميه اسايمنتات وكميه بروجكتات، لدرجه ان عم محمد بتاع الامن بيبقى ناقص ان هو يطلب منك بروجكت برضه او ايه، او اسايمنت يعني. طيب صح يا عم حسام والله انا عارف يا عم انا في نفسي بتعاكى معاك يا عم. طيب النصيحه الثالثه بخصوص النقطه دي بالظبط، بخصوص النقطه دي بالذات يعني. طيب اعمل ايه؟ اتعلم باوربوينت، اتعلم اكتر عن الاكسل وعن الوورد. هتفيدني قطعا، هتفيدك. ما انا بقول لك، ما انت بتتزنق كتير، بدل بقى كل ما تتزنق وتجري على زميلك الشاطر وتيجي في اخر 5 دقائق بالنسبه لتسليم البروجكت كده، او بتسليم الاسايمنت بتاعك، والحقوني يا رجاله ما عملتش وما سويتش. لا، حاول تتعلم فكره او تاخد نبذه كده بسيطه عن الحاجات ديت وانت في الاجازه، تساعدك وتسندك لما تيجي يطلب منك كميه اسايمنتات وكميه بروجكتات بتبقى كتير قوي قوي. تقريبا كل ماده بيطلب منك فيها حاجه زي كده. فانت ايه، حاول كده ان انت تتعلم الحاجات دي، وان شاء الله هتساعدك وتفيدك. تمام، جميل جدا. النقطه الرابعه، انزل شغل. صدقني لازم تنزل شغل، لازم تنزل شغل. نزولك للشغل برضو مش رفاهيه، نزولك للشغل اصبح حاجه مس. حتى لو انت مش محتاج. بص يا سيدي، حرفيا يعني عايز اقول لك ان الشعور اللي بتحس بيه من الجنيه اللي انت بتجيبه من شغلك ومن عرقك يعني مختلف تماما عن القرش اللي انت بتاخده على الجهاز كده ايه، من الحاج او الحاجه كده وانت قاعد بتشرب معاهم الشاي كده في وقت العصريه يعني. فصدقني ده شعور مهم جدا ان انت محتاج تحس بيه اصلا يعني. انا مش متخيل ان في طالب جامعي او في طالب وصل لسن ال 18 سنه ولا 20 سنه ولسه مش بيشتغل. دي اعتقد كارثه يعني، دي اعتقد مصيبه كبيره. فلا مش عايز اقول الموضوع برضه قوي، ولكن انت حتى لو انت مش محتاج، صدقني فانت محتاج شغل في ظل الظروف اللي احنا فيها، وفي ظل الاجواء اللي احنا فيها، وفي ظل يعني الضغط المادي البحت قوي والحياه الماديه البحته اللي احنا بنعيشها حاليا. فكل واحد فينا محتاج يبدا يعني ايه، يقف على رجله شويه ويعني ويشوف له شغل. فانت لازم تنزل شغل، دور مخرج، ادعي ربنا انه يرزقك، وان شاء الله يرزقك ويوسع رزقك يعني ان شاء الله. طيب النقطه اللي بعد كده، انزل جيم. بطبيعه الحال لازم تنزل جيم. هل الجيم مفيد؟ يعني بص هقول لك على حاجه، بص على اي حد ناجح كده، بص على اي حد ناجح، شوف اي حد نجح كده بالصدفه واساله اعمل ايه، هيقول لك انزل جيم. هيقول لك انزل جيم. انت لو معدي مع واحد كده انزل جيم، لازم تنزل جيم. طب هو الجيم بيعمل ايه؟ بص والله انا عن نفسي ما كنتش بحب الجيم اصلا يعني، ما كنتش شايف نفسي ان انا ينفع في الحته دي خالص كده، ولا كنت بحبها والله. ولكن جربت كده حوالي سكه شهر يعني من قريب، وحبيت الفكره قوي يعني. انا حبيت قوي الموضوع، وحبيت قوي ان انت بقى يعني جسمك يبقى شكله كويس وكده، فاهم؟ فالموضوع بجد نفسيا مريح قوي يعني، مريح قوي. فانت لازم تنزل جيم. وفي مفاجاه حصريه للناس اللي بتتفرج علينا من قريتنا او القرى اللي حوالينا يعني. طبعا في بلدنا فيش غير جيم واحد حاليا اللي هو بتاع الكابتن ديبو. فكلمنا كده، وفي خصم لاول 3 من بلدنا بيتفرجوا على الفيديو ده وهيستخدموا الكود اللي هيظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي. هتروح تقول له بس كده، تنزل في الديسكربشن تدخل على الصفحه بتاعته وتقول له انا عاوز استخدم الكود ده. او لو انت طبعا عنده الصفحه بتاعته على الفيسبوك مثلا او اي حاجه ومعاك رقمه، تقدر تتواصل معاه باي طريقه وتقول له انا محتاج، انا عاوز الخصم اللي على الكود ده. الراجل بكل بساطه اول 3 هيروحوا له هيديلهم الخصم. فهو خصم 30% يعني. تمام، فانزل جيم ودي فرصه اول 3. استغل الفرصه بقى يعني، استغل الفرصه وما تقولش اكيد في ناس 3 قبليه استخدموا الكود، فلو انا رحت يبقى مش هلحق. فلا يعني لا، ممكن يبقى انت اول واحد يعني، فاهم؟ ممكن يبقى ال3 اللي قبليه يكسروا اصلا وانت اول واحد، فما تكسلش. دي الفكره. طيب النقطه الرابعه مين مش عارف هي النقطه كام يعني. النقطه اللي بعد كده تطوع. ما سمعتش تطوع يا عم سلام، انا في اجازه، تطوع يعمل لي ايه؟ هيفيدني بايه؟ انا اقول لك هيفيدك بايه.
بعد ثالث سنه على طول كنت تطوعت كده في جمعيه عندنا هنا في القريه، كنا بنعمل وجبات. فانا مش هقدر اوصف لك كميه الراحه النفسيه وكميه الشعور الايجابي حرفيا. وبص بيخلي عندك شعور كده بالرحمه كده، وبيخلي عندك بص هي لذه اقسم بالله لازم تجربها يعني. جرب تتطوع يعني. عمري ما حد جرب التطوع وندم والله يعني، مفيش حد جرب التطوع وندم. مش عايز اوصف لك قد ايه الفرحه اللي انت بتحس بيها من جواك لما بس بتاخد دعوه واحده بس من حد من الناس ديت، وانت يعني محتاج. اصلا كلنا محتاجين دعوه الناس دي قوي. فبجد جرب تتطوع. طب تتطوع ازاي؟ المكان اللي انا فيه ما فيهوش حد يعني، او ما فيش حاجه جهه زي كده. بص شوف جمعيه رساله مثلا، او الجمعيات اللي هي المشهوره ديت، لو بصيت هتلاقيهم يعني ليهم فروع في كل المحافظات تقريبا. فانت شوف الفرع اللي جنب اللي في محافظتك وكده، وحاول تشترك معاهم وتنزل معاهم بقى اللي هم ايه، قوافل الخيريه، الاسقف، توزيع اللبس والحاجات دي. صدقني يعني انا عايز اقول لك شوف لك حياه يعني، في حرفيا في حاجات بتتعاش. الحياه مش محصوره في التليفون، مش محصوره في الفيسبوك، مش محصوره في الواتساب، لا في حياه بره، في حياه خارجيه. فانت جرب تعيش الحياه دي بجد يعني. شوف لك حياه، بس ده شوف لك حياه. والتطوع بند كده جميل قوي يساعدك على الموضوع ده. النقطه اللي بعد كده، مش عاوز اصدمك، ولكن عاوز اقول لك ان انت في نقطه مهمه جدا ناس كتير قوي كلمتك عنها وانت لازلت غافل عنها، الا وهي القراءه. انا ما بذاكرش، هقرا. لازم تقرا، والله لازم تقرا. الشيء بشيء يذكر. اول كلمه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ تجاوبت على نفسك، اقرا. ما انا بقرا؟ قال له اقرا. ما انا بقرا؟ قال له اقرا. قال ما انا بقرا؟ اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق. ف يعني لازم تقرا يعني. انا لازم تقرا. وجرب تقرا كتاب واحد او كتاب كامل في يوم واحد. جرب تقرا كتاب كامل في يوم واحد. عاملها ازاي؟ صعبه جدا. تعال اقول لك الحاجه. انت بتمسك التليفون كم مره في اليوم؟ جاوبني كده. خد ود معايا في الكلام ده. بتمسك التليفون كم مره في اليوم؟ او قد ايه في اليوم؟ سكه ساعتين، صح. انت لو فتحت الاعدادات عندك كده دلوقتي وبصيت على مده استخدامك للسوشيال ميديا هتتجاوز ال3-4 ساعات. وانا واثق من اللي بقول لك ايه، لان انا واحد مجرب وانا واحد عارف انا بقول لك ايه. لو جيت بصيت بتبص على كام بوست وكام تويته وبتقرا كام رساله واتساب بتجيلك في اليوم، يعني انا اكاد اجزم لك ان ممكن تتجاوز ال100 او تتقرب من ال100. صح. طيب البوستات دي بتبقى فرنج كام سطر ونص، سطرين 3، لان انا وانت ما بنقراش البوستات الطويله وانا عارف. حلو الكلام. لو جيت ضربت بقى حوالي 100 بوست دول في كام سطر، في سطرين مثلا، خلينا في المتوسط في سطرين، هتعمل معاك قد ايه؟ هتعمل معاك قرابه ال200 سطر. صح جدا. طيب انت بقى الصفحه في الكتاب العادي فيها كام سطر؟ يعني لا تتجاوز ال10 اسطر يعني، او ال11 سطر بالكتير. فانت لو بصيت هتلاقي نفسك بتقرا في اليوم، لو هنقيسها بقى على حته الكتاب، بتقرا ما يتجاوز اللي هو سكه يعني 10 صفحات. 10 صفحات على فكره ده معدل يعني قراءه لو انت لسه بتبتدي، ده كويس جدا. 10 صفحات ده حاجه جميله جدا على فكره. في كتب انت ممكن ما تقدرش تتجاوز فيها القراءه 10 صفحات في اليوم، فانت لو بتقرا فعلا 10 صفحات من الكتاب في اليوم يا عمي عاش والله بجد. فده مثال بسيط بيوضح لك ان انت بتقرا. بس احنا بقى عايزين نحول القراءه ديت بتكون الى حد ما قراءه غير مفيده، فاحنا عاوزين نحولها لقراءه مفيده. حلو كلام. طيب احولها لقراءه مفيده ازاي؟ عايز اقول لك في البدايه اقرا روايات يا سيدي. اقرا روايات. انا ما كنتش بحب قوي حوار الروايات صراحه، ولا زلت ما قراتش يكاد يكون غير روايه واحده تقريبا يعني. بس يعني بحكم اللي هو طبيعه الواحد ما بيحبش الروايات. ولكن مؤخرا ادركت لا، انت عادي، انت ممكن فعلا ان الروايات تكون مدخل مهم ليك جدا في حته القرايه. تمام. فانت حاول تبدا بالروايات، وتكون ان شاء الله مدخل ليك في القراءه فيما بعد بشكل عام. طيب جميل قوي. ايه اللي ممكن تفيدني فيه القرايه، او ايه اللي ممكن تضيفه لي القرايه؟ انا اقول لك القرايه ببساطه شديده هتزود معدل ذكائك. طب ازاي؟ انا اقول لك ازاي. مبدئيا كده انت في القرايه بتقرا كميه معلومات كتير قوي في وقت قليل.
كل معلومة جديدة بتقرأها بتعمل في دماغك كده بمثابة وصلة. طب يعني تعال نشوف كده. عارف انت الخلايا العصبية بتاعتك كل معلومة جديدة بتسمعها عنها او كل معلومة جديدة بتكتسبها بتبقى بمثابة ايه؟ وصلة عصبية كده بينك وبين ما بين الوصلات العصبية وبعضها البعض يعني. تمام؟ فكل ما زاد عدد الوصلات ديت وكل ما زاد التعقيد بتاعها كل ما زادت نسبة ذكاء البني آدم. تمام؟ فانت مهم جدا تقرا، لان انت مفيش حاجه تقدر تضيف لك كميه معلومات كبيره جدا غير القراءه. وكان في فيديو مهم جدا 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 للدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي في ماده فقه في قناه فقه النفس، كان بيتكلم عن اللي هو اقل القليل لحياه يوميه غير عاديه. فكان حاجه من الحاجات اللي ذكرها قال القرايه، وقال لك ان القرايه بتنقسم على قسمين: قرايه في المجال بتاعك وقراءه عامه. القراءه اللي في المجال بتاعك ان انت حاجه تقرا في المجال بتاعك، ان انت يعني مثلا دكتور تقرا في الطب، محامي تقرا في المحاماه، محاسب تقرا في المحاسبه، وهكذا. فقال لك ليه؟ قال لك لان انت المكان ده انت مستخلف فيه، ربنا استخلفك على المكان ده، ربنا حطك في الحته دي. فانت ما ينفعش مثلا يتعرض عليك حاجات انت مش عارفها، فانت لازم تبقى على درايه ووعي بكل الجديد في المجال بتاعك. فانت ايه؟ قال لك مهم جدا ان انت تقرا في المجال بتاعك. النقطه الثانيه القراءه العامه. قراءه بقى في مثلا العلاقات، قراءه في تطوير الذات، قراءه في العلم الشرعي برضه. تمام كده يعني. تمام؟ فده مهم جدا جدا جدا. ايه تاني ممكن تضيف لك القراءه؟ القراءه بتخليك كاريزما. فاهم انت؟ يعني عندك شخصيه، مش حته بقى ان انت ايه يعني عندك شخصيه مش من يعني مش من فراغ صراحه، يعني ما بتخليكش عندك يعني مش من فراغ خالص. القراءه بتخليك اللي هو ايه فعلا واحد عارف يتكلم، واحد عنده شويه مصطلحات وشويه لباقه وشويه معلومات كده بيقدر يتعامل بيهم مع الناس، بيقدر يوصل يتعامل مع الدكتور، يقدر يتعامل مع حد اقل شويه، يقدر يتعامل مع حد عادي، يقدر يتعامل مع حد مختلف كده. فالقراءه بتخليك عندك ايه؟ بتخليك مرن حرفيا، بتخليك شخصيه مرنه، بتخليك تقدر تتعامل مع ده وتتعامل مع ده وتتكلم مع ده وتتكلم مع ده وتضحك مع ده وتهزر مع ده كده. فاهم حاجه؟ فمهم جدا ان انت تقرا. ما ينفعش يبقى واحد في المفروض في القرن اللي احنا فيه وما بيقراش، واحنا يعني يكاد يكون عندنا مشكله كبيره قوي في الحته دي. الواحد فينا ممكن يقرا شويه ويستوب يقف، لا، محتاج ان انت تتكلم. النصائح الاخيره او الاقتراح الاخير، بلاش كلمه نصيحه يعني، الاقتراح الاخير وانا شايفه اقتراح مهم جدا 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 لكل واحد فينا، سواء انت ايا كانت مهنتك اصلا، سواء ايا كانت وظيفتك، سواء ايا كان سنك اصلا، فانت مهم جدا جدا تعمل الخطوه دي بصراحه يعني. الا وهي ان انت تاخد كورس اسعافات اوليه. ايه كورس اسعافات اوليه؟ ايه علاقه ده بيا اصلا يعني؟ انت ممكن تسال نفسك السؤال ده، انا هعمل ايه بكورس اسعافات اوليه؟ انا اقول لك تعمل ايه بكورس اسعافات اوليه. كورس الاسعافات الاوليه ده هي يعني ايا كانت، يعني قلت لك ايا كان مسماك اصلا، فانت لازم تبقى واخده. ليه؟ لان انت معرض في اي وقت من الاوقات يعني، ونسال الله السلامه لكل اهلنا جميعا، ان انت تتحط في موقف يتطلب منك تصرف اولي او تصرف مبدئي يتعمله صح وتساعد الحاله اللي قدامك، سواء هو حد من اهلك، سواء هو حد من قرايبك، سواء حد من حبايبك، يا اما تعمله غلط ومن باب الحب برضه، من باب المساعده، بس انت بتضره. فاهم حاجه؟ مثال مثلا انتوا بتلعبوا الكوره دلوقتي وحد من صحابك اللي انت بتحبهم وقع على رجله مثلا لا قدر الله واتكسرت مثلا، انت ممكن من حبك ليه او من يعني، وما فيش حد فيكم، لو نفترض بقى ان مفيش حد فيكم مثلا خالص في كليه طبيه مثلا، او ما حدش فيكم فاهم ابدا انتوا ممكن تعملوا في الوقت ده، فانتوا بطبيعه الحال من حبكم ليه هتاخدوه تجروا بيه على طول كده وتحركوه من مكانه، وان كان ده تصرف خاطئ في الموقف دوت والتصرف الصحيح ان انت الاول يعني تيجي مكان الكسر وتثبت مكان الكسر الاول بحاجه. يعني مثلا لا قدر الله مثلا، يعني مثلا يعني حصل كسر مثلا في العلبه دي، فانا ايه التصرف الصحيح اللي انا اعمله؟ ان انا الاول المفروض اثبت مكان الكسر ده بجبير. يعني لو هنتكلم بشكل طبي فانت تثبتها بجبير. طيب الجبيره مش موجوده في الوقت الحالي وانا مش عارف اجيب جبيره في الملعب يعني، فالمفروض اثبتها الاول كده. تمام؟ اثبتها الاول كده باي حاجه، ورباط مثلا، واربط عليها رباط واطلب الاسعاف. يبقى انت بعد ما تثبت مكان الكسر كده تقوم ربطه كويس، وتقوم ساحب يعني رافع زميلك رافعه، بتحاول بقدر الامكان ان مكان الكسر ما يتحركش خالص. تمام؟ وتاخده وتنقله لاقرب مستشفى ليك. ده التصرف الصحيح. معلومه اكتسبتها الله المستعان يعني، ربنا يجعلك ميزان حسنات. بس فده التصرف الصحيح. لكن انت ممكن من حبك لصاحبك ومن حبك لزميلك تاخده وتجري بيه وخلاص، وتحرك رجله ويتحرك مكان الكسر وانتوا ماشيين، مطبات وحوارات. الكسر يبقى بدل ما كسر بسيط يبقى يزداد، بدل ما كسر متوسط يبقى كسر مضاعف، وديت صاحبك في داهيه. ده حب، ولكن مش ده التصرف الصحيح.
وارد جدا ان انت مثلا حد من اهلك يعاني مثلا وانت قاعد من ازمه صدريه مثلا او من ذبحه صدريه، والتصرف بسيط جدا وانت ممكن ما تعرفش التصرف ده. فدي حاجه اعتقد انها مش شفهيه. واذكر يعني ان الباشمهندس ايمن عبد الرحيم في احد محاضراته كان ذكر ان هو في مره من المرات كان في مكان عام يعني او حد من زمايله، يعني هو حد من زمايله، فكان في مكان عام و عمل تصرف يعني حصل موقف، فهو اتصرف الراجل ده ساعتها اتصرف يعني. فالناس بتقول له يا دكتور مش يا دكتور، قال له ما انا مش دكتور انا مهندس بس باخد كورس اسعافات اوليه بس. فانت لازم تاخد كورس اسعافات اوليه، ما ينفعش ما تقولوش صراحه. دي اعتقد حاجه مش رفاهيه يعني، نقطه مهمه جدا يعني. بس ده كده الفيديو بتاعنا النهارده يعني، فيديو طويل بس مهم يعني، مهم جدا. فما تنساش بقى شير ولايك وسبسكرايب يعني، والكلام الجميل قوي بتاعك ده. بس يا سيدي، ولو انت عندك اي اقتراح تاني سيبونا في الكومنتات وقول لنا ممكن نعمل ايه في الاجازه، نفيد بعض يعني وناخد وندي كده مع بعض في الكلام. وعاوزين بقى ننطر شويه عن ال 6000 كده يعني، احنا دينا شويه ثابتين في ال 6000 يا جدعان يعني. ساعدونا بقى يعني، ساعدونا كده نطلع شويه ايه بره حته ال 6000 دي يعني ان شاء الله. الله المستعان. بس اشوفكم في فيديوهات تانية جايه ان كان في العمر بقيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.